السلام عليكم يا شباب، كيف الحال؟ طمنوني عليكم، صلوا على النبي قبل ما نبدأ. وياكم أخوكم نواف من مدريديستا رينجرز. قبل لا نبدأ خلونا نعطيكم نبذة بسيطة عن الفيديو. طبعا اليوم بنتكلم عن مباراة ليفربول وريال مدريد، تمام يا شباب؟ بس قبل لا نتكلم، لايك شير سبسكرايب، لا تنسونا بالدعم يا شباب. نحن نتعب ونسوي كل شيء، بس نتمنى لايك وشير، بس هذا اللي نتمناه، تمام يا شباب؟ يلا على الفيديو. اولا، اذا ريال مدريد حاب يفوز في هالمباراة لازم يفكر في المباراة نفسها، ما يفكر في برشلونة. طبعا الكل عارف ان في كلاسيكو قريب في الدوري، وفي كلاسيكو بعد في كوبا ديل ري. طبعا ريال مدريد لازم يعطي 100% لليفربول، هذا واحد. اذا انشيلوتي ويفوز. ثانيا، لازم فينيسيوس يكون في يومه وبنزيما في يومه يكون. لازم التركيز كله يكون على بنزيما، لأنه هو النبض لريال مدريد، تمام يا شباب؟ فهذا رقم 2. النقطة رقم 3، لازم يكون أنشيلوتي مخطط للمباراة، يعني ما يلعب لي كامافينجا ظهير يسار وناتشو ما أدري وين، لا يلعب ظهير يسار ناتشو وظهير يمين كارفاخال. شو نسوي؟ هذا اللي موجود. وفي النص روديجر وميليتاو بس، لا يألف شيء ثاني. يعني عرفتوا كيف؟ انتوا اكتبوا لي في الكومنت شو رايكم في هذا خط الدفاع ضد ليفربول. رابع شيء عندنا اللي هو الجمهور، لازم يكون حماسي. نحن جمهور ريال مدريد عندنا يعني يكون دوما مش حماسي، ما اعرف شو سالفتهم بصراحة. يكون جمهور بارد، يعني مش نفس جمهور البرشا، جمهور اتلتيكو بالباو. شفتوا انتوا المباراة البارحة، يعني جمهورهم خرافي الصراحة. فهذا اللي كان عندي. انتوا اكتبوا في الكومنت شو رايكم في هالنقاط اللي تكلمت عنها. طبعا اكتبوا لنا في الكومنت، لايك شير سبسكرايب، لا تنسونا بالدعم. سلام.